امال انا اشرف الكرش ده يخرب بيت امك. صدق انا شكلي همد ايدي عليك عشان انت غلطت في امي وبكره عدل امي. ولا الورقه وقعت، دي كانت تبقى مصيبه. ايه ده ورقه ايه؟ دي الورقه اللي انا كاتب فيها الهدايا اللي هجيبها لامي. الحاج عشان الله يمسيها بالخير. فكنا مش كده يا جدع، عيب يا جدع انت بتقول ده وفيها. بقول لك كنا نشتغل شويه عايزين نضحك. هو احنا لسه عملنا حاجه؟ اقول لك اشرف على مكان حلو تجيب فيها هديه لامك. فين؟ هتركب الداير قول له نزلنا في ال30 هو بالحسن عنده شويه عبايات ستان جميله. صدق كان نفسي اجيب عبايات ستان. ما تيجي ناكل الاول يا اشرف ونروح نجيب العبايات بعدين. يلا بينا. بقول لكم يا جدعان عايز اروح اكل في المتولي. اشرف النهارده الخميس والمتولي ما بعتش غير حين بس. اقول لكم على مكان حلو ناكل فيه. انت عيل ابن حرام يا ولاد قول كده. انا نسيت. نفسي اكل بينا سلمون في المتولي. ده اشرب دفاغ ده ولا ايه؟ فراخ انا عبيط انت. بقول لكم انا ما رحتش المتولي هروح. طب يلا عشان ما نزعلش الاشرافه. ده في ترابيزه هناك فاضيه. هيقول لك محجوزه اقعدوا فوق. انا قلت لكم يا جدعان قعدنا فوق ما سمعتوش كلامي. كل كلمه قلتها اشرف كانت صح. انا متضايق يا جدعان كان نفسي اقعد تحت. بقول لكم يلا نجيب العبايات احسن الدنيا هتليل. مفيش حاجه كده ب60 جنيه. اهدى ولا دول عاملين له كازيون. الصلاة على النبي عليكم كازيون ولا. الله يخرب بيتك ده عم بشاهد صاحب المحل اللي هيجي ينفخكم. هو فين ده؟ اطلع بره انت وهو العبايات قلب 60 جنيه.